أنا الصندوق الأسود. هكذا صرح اللواء عمر سليمان في مكالمة هاتفية مع ناس بوك. أنا الصندوق الأسود. فتح الصندوق الأسود، وفتح الصندوق الأسود هو العبارة الغامضة التي أقامت الدنيا ولم تقعدها حتى الآن. ترى من يهدد عمر سليمان؟ مش مين اللي بيهدده، هو من يهدد اللواء عمر سليمان. من هم الأشخاص الذين يهددهم عمر سليمان؟ ماذا يوجد داخل الصندوق الأسود؟ هل هي ملفات أم مستندات أم تهم ووثائق خطيرة قد يستخدمها ضد منافسين وخصوم؟ من هم هؤلاء الخصوم السياسيين الذين يحاربهم عمر سليمان في الوصول إلى كرسي الرئاسة؟ اللواء عمر سليمان خصنا باتصال هاتفي أوضح فيه ماهية الصندوق الأسود. قال لنا ببساطة: أنا الصندوق الأسود، أنا عمر سليمان الذي قالوا عني الرجل الغامض، الرجل الصامت، أو كما وصفه الزميل عادل حمودة في المقابلة الحصرية التي ستنشر غدا في الفجر، وصفه قائلا: رجل بقي صوته بعيدا لا يصل لغالبية الناس، فما يقوله لا يخرج من الغرف المغلقة المبطنة بأساليب الصمت والمحصنة بوسائل اتصال مؤمنة. ظل كلامه غير واصل إلا لمن يعملون في مطبخ السياسة ويديرون مصالح الدولة ويواجهون خصوم الأمة، وهو ما جعل صورته صماء وربما جامدة جافة لا يعرف خصالها إلا من وضعتهم الظروف في دائرته الضيقة. في مكالمة هاتفية سألنا اللواء عمر سليمان عن الصندوق الأسود، فقال لنا: أنا الصندوق الأسود. نعم، بطبيعة عملي السابق كمدير لجهاز المخابرات كان لا يعرفني الناس ولا يعرفني أحد، وهذا من المتطلبات الأساسية لمهمتي الوظيفية. أما الآن فالأمر يختلف، يجب أن يعرفني الناس ويتعرف علي الشعب المصري عن قرب، ومن حق الشعب أن يعرف ويعلم خزائن أسراري، خزائن أسرار شخصيتي، أفكاري، معتقداتي، توجهاتي، سياساتي. نعم، أنا الصندوق الأسود، ولا يمكن أن يكون أسرار آخرين أو خصوم أو منافسين. نعم، أنا الصندوق الأسود، عمر سليمان الذي لا يعرفه أحد. الحقيقة